ازيكم يا امارات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل مع بعض فيديو حلو جدا، بس يلا قبل اي حاجه حطوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وتعليق منكم حلو ليا عشان يشجعني انزل لكم فيديوهات تانية كتير. النهارده هنعمل فطار حلو قوي ولذيذ جدا وسهل جدا جدا جدا. النهارده قلت اشوح اللحمه كده زي ما انتم شايفين. حطيت كده يعني معلقه سمنه ساحت، وبعد كده رحت حاطه اللحمه وحطيت عليها لورا وحبهان وقرنفل وكبابه وفلفل اسود، وسن يعني ربع معلقه كده 7 بهارات. هشوحهم بقى كده زي ما انتم شايفين، بس انا بحب يعني افتح كده الحبهان عشان يبقى طعمه باين كده في الشوربه. زي ما انتم شايفين كده هديها تشويحة بقى كده على الجنبين، تشويحة حلوة. هنعمل أكل خفيفة كده حلوة، يعني بصوا هو مش خفيفة، هي حلوة وسهلة، بس طبعا فيها كمية سمنة رهيبة. عموما هنشوف مع بعض هنعمل ايه. خلينا مع بعض كده واحدة واحدة. هشوحهم مع بعض كده. انا كنت مشغلة الكتل علشان الكتل ايه، يعني يكون يغلي وكده، على اساس ان اللحمة لما تتشوح لازم تحط لها مية سخنة. تمام. حطيت طماطمايه وحطيت بصل، انا كان عندي بصل قوارمه صغير كده، رحت حطيت 3 بصلات صغيرين، ممكن تحطي بصلايه واحده. نزلت بقى هنا بالميه بتاعتي السخنه. بصوا بقى لو شوحتيها حلو وحطيتي بهاراتك عمرها ما تطلع ريم. تمام. هغطيها بقى كده وهسيبها تغلي. هنا كنت غاسله 3 كوبايات رز، حطيت عليهم يعني معلقه ملح صغيره زي ما انتوا شايفين كده. حطيت بقى عليهم معلقه سمنه بلدي كبيره، ومعلقه زبده كبيره. تمام. آه، يعني المادة الدهنية دي براحتك، ممكن تحطي يعني براحتك. الزبدة لما بتسيح بتبقى يعني ما بتبقاش ايه المعلقة كبيرة زي ما انتوا شايفين. تمام. وحطيت اللبن بقى بحط ايه بقى، 3 كوبايات ونص لبن او 4 كوبايات الا ربع كده. المهم ان اللبن بيبقى زيادة عن حجم الرز شوية. هقلبهم بقى مع بعض واروح مدخلاهم الفرن. بس انا بشوف بقى كده المعيار بتاع اللبن والرز عامل ايه، وبعد كده هدخلهم على الفرن. الفرن انا بشغل الفرن بس ما بشغلش الشوايه، وبيبقى طالع وعامل لون وحلو جدا. هنا كده حطيت زيت، يعني معلقه زيت، وهحط معلقه سمنه بلدي، ونص معلقه زبده صغننه كده بتطعم الاكل برضه. بصوا يعني ايه خليط كده. هنزل ببصلايه، يسيحوا بس كده. هنزل بالبصلايه بقى بتاعتي، بصلايه واحده بصراحه، ما حبيتش ان انا اضربها في الكبه وهبوسخ الكبه وهغسلها وكده. فهي بصلايه واحده قطعتها كده على البلانش وخلاص. زي ما انتوا شايفين كده. هحط بقى هنا معلقه توم صغيره، معلقه توم صغيره مليانه، او نص معلقه توم كبيره. هشوحهم بقى كده مع بعض، وبعد كده هنزل بمعلقه معلقه صغيره هريسه حاره. بتطعم الاكل جدا، وريحتها مع الصلصه بيبقى ريحتها حلوه قوي. زي ما انتوا شايفين كده. هشوح بقى كله مع بعضه. بجد في اللحظه دي الريحه كانت حلوه جدا جدا جدا. يلا قولوا لي بقى مع بعض انتوا عملتوا اكل ايه النهارده؟ فطار ايه؟ هنا كنت مفرزه بسله. نزلت بالبسلة كده، والجزر ده صابح. بصوا البسلة لونها حلو جدا، مغيرتش ولا اي حاجة. وعايزة اقول لكم ان انا مش سلقاها ولا اي حاجة. حطيت معلقة صلصة. هقلبهم بقى مع بعض عشان الصلصة المادة الحافظة اللي فيها تطلع في السخونية، وبعد كده هنزل بكيس طماطم انا مفرزاه بردك.
زي ما انتوا شايفين كده. برضك الطماطم دي انا مفرزاها، التفريزات ديت انا فرزتها قبل رمضان، بجد مسهله عليا وقتي خالص خالص خالص. انا هنا كنت بملح الشوربه علشان خاطر هاخد منها يعني شوربه. اللحمه كانت خلاص بقى دخلت في سوا، فكنت هاخد منها الشوربه وكده، فقلت ايه املحها. هملح برضك هنا بقى البسله معاكم. حطيت مكعب مرقه، فلفل اسود، سنه صغيره 7 بهارات عشان ما تغمقش الصلصه، وبابريكا، وكمون، وملح. وهحط ملح برضك، وهحط برضك حاجة تاني كده في البسلة هقول لكم عليها دلوقتي. حطيت الملح بتاعي. هنحط ايه تاني بقى؟ هحط بعد ما هحط الشوربة. طبعا الطماطم بتاعتي متسبكة، فانا بحط الشوربة عشان الايه، عشان البسلة يعني تستوي. لو ما حطيتش شوربة او ما حطيتيش كوباية مية، البسلة مش هتستوي، عشان كده كده الطماطم متسبكة. حطيت شوربة كده زي ما انتوا شايفين. الشوربة كان طعمها حلو جدا وريحتها حلوة جدا جدا جدا. هحط ايه بقى عشان يعادل الطعم ويخلي البسلة مسكرة؟ سكر، معلقة سكر صغيرة. هنا بقى نعمل العصير مع بعض. انا بدأت بصراحة باللحمة الاول، مش زي كل مرة ببتدي بالعصير، علشان خاطر اللحمة كانت بتاعتي هتاخد سوا شوية. حطيت جوافة، طلعت كيس جوافة كده من الفريزر، وقلت هعمله عصير. حطيت سكر والجوافة، وبرضك الجوافة دي انا مفرزاها. اليوم النهاردة كله تفريزات كده. حطيت ميه وهضربها في الخلاط وبعد كده هصفيها. بس كده، دي الاكله بتاعتنا النهارده، وده العصير بتاعنا، حاجه كده سهله وسريعه ومش هتاخد معانا وقت. وطالما انت عندك تفريزات كده، بصوا في يوم بتبقى صاحيه كسلانه ومش قادره تعملي فيه حاجه، بجد التفريزات دي بتسهل علينا جدا جدا جدا. كنت بجيب معلقه علشان خاطر اصفي الجوافه، زي ما انتوا شايفين كده. صفيتها. بس كده بتطلع طعمها حلو جدا 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 جدا. عصير الجوافة حلو قوي. البسلة بتاعتي اهي، قلت هحط اللحمة بقى بتاعتي فيها عشان تشرب من الصلصة، تاخد لها كام غلوة في قلبها بقى كده. بجد بيبقى طعمها حلو قوي. جربوها ان شاء الله تعجبكم. بقى البسلة اصلا مع الرز المعمر، انا بحب البسلة مع الرز المعمر، وبحب البطاطس مع الرز المعمر، بيبقى بجد طعمها حلو قوي. زي ما انتوا شايفين كده، شايفين الحلاوة. بس كده، دي الاكله بتاعتنا. حطيت بقى مخلل وغرفت طبق شوربه، والرز المعمر بتاعنا لذيذ جدا وطعمه حلو جدا وكان مفلفل ما شاء الله. والاكله بتاعنا اهو، والعصير. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله.